بسم الله أول حاجة معايا باجيب نُص كوباية من الشعرية، باحطها في حلة بالشكل ده، وبانزل عليها بمَيّة سخنة تغطيها كده عشان عايزاها تستوي في المَيّة قبل ما أضيف لها اللبن، تمام كده؟ هاقلّبها بقى كل شوية من وقت للتاني تقليبتين كده عشان ما تلزقش في بعضها لحد ما تستوي. بُصّوا أنا باوريكم المراحل بتاعتها، كده خلاص أهي دخلت في السِوَى، هافضل أقلِّب فيها لحد ما ألاقيها بقى شربت المَيّة دي كلّها وتخنت معايا كده والحجم بتاعها تضاعف، تمام كده؟ بعد كده بقى خلاص شربت معايا المَيّة بالشكل ده، باضيف لها معلقة زبدة أو سمنة، واوعي تستهوني بيها، لازم تحطيها لإن الشعرية مش متحمّرة، فمش عايزينها تعجِّن وتبقى لازقة في بعضها، تمام كده؟ مهمة جدًا معلقة السمنة أو الزبدة، بعد كده بقى بنضيف نُص كوباية من السكر، والسكر مضبوط جدًا، جدًا، وافضل أقلِّب فيهم كده واسيبها بقى على نار هادية عشان السكر يدوب معايا، واروح بقى أحضّر الخليط بتاع الحليب اللي هاضيفه عليها، معايا لتر من الحليب، ضِفت عليه معلقتين كبار من النشا هرميين كده مليانين، وبعد كده ضِفت معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام وده اختياري، حابة تضيفيه تمام، مش حابة خلاص ما فيش مشكلة، بس طبعًا بيفرق في الطعم، تمام كده؟ بعد ما أدوّبه بقى كويس جدًا، بانزل بيه على طول على الشعرية اللي حطينا عليها السكر وكمان معلقة الزبدة، وابدأ بقى أقلِّب إيدي بقى في المرحلة دي ما اسيبش تقليب خالص والنار تكون وسط أو هادية، تمام؟ لحد بقى ما تتقل معاكِ ويبقى القوام بتاعها قوام كريمي كده وتقيل. آخر حاجة باضيفها لها هي الفانيليا وباسيبها بس تغلي معاها شوية كده والاقيها بقبقت، يبقى كده خلاص هي تمام بقت زي الفل معايا. يالّا بينا نجيب أكبر صينية عندنا في الطقم دي مقاس 30 ودهنتها بالزبدة كويس جدًا أو السمنة وهانزل بالخليط ده فيها، تمام كده؟ وبعد كده باجيب معلقة زبدة متسيّحة أو سمنة، وبرده مهمة جدًا عشان تحمّر لنا الوش، أنا باسيبها برّه التلاجة لحد ما تبرد خالص، والاقيها عملت طبقة زي ما أنتم شايفين كده، الطبقة دي تستحمل إن أنا أحط عليها زبدة بالشكل ده أو سمنة بانقّط عليها نقط، نقط، هي معلقة واحدة على فكرة أنا ما زوّدتش ولا أي حاجة، تمام، عشان تحمّر لي الوش. جِبت بقى الكيس ده اللي بيبقى مع الكريم كراميل، فتحته كده ونزلت بيه خطوط بالشكل ده رايح جاي على فوق الوش عشان يتحمّر معايا ويدّيني لون حلو. طَب أنتِ ما عندكيش كريم كراميل ولا عندِك كيس الكراميل ده هتعملي إيه؟ شوية سكر في طبق كده صغيرين، السكر العادي خالص اللي إحنا بنستخدمه، وترشيه من فوق الوش برضه، تاخدي من الطبق حوالي معلقتين كده ترشيهم فوق الوش، خلاص خلصت معايا بالشكل ده، هادخّلها الفرن على الشواية فقط، أنا عايزاها بس تاخد وش، مش عايزة يحصل لها أي حاجة غير كده، بُصّوا شايفين خدت وش معايا تحفة زي بتاع برّه بالضبط، تمام، بادخّلها بقى التلاجة تستريح بعد ما تبرد بعد كده بنقدّمها، بس أنا الحقيقة كنت مستعجلة فقدّمتها وهي يا دوب دافية، ما دخلتهاش التلاجة، فهتلاقوها برضه إيه مش ماسكة نفسها شوية، لكن لو أنتِ حطيتيها في التلاجة ساعتين 3 كده أو من بالليل لحد الصبح هتلاقيها ماسكة معاكِ وزي الفل، هي برضه ماسكة خلّي بالكم، لكن أنتِ لو حطيتيها في التلاجة هتلاقي القوام برضه ماسك أكتر من كده، بس إحنا حابين إن إحنا ناكلها دافية، وأنا طبعًا كنت مستعجلة كالعادة، لكن طعمها بجد خطير جدًا، جدًا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لي لايك وشير.